أنا متجوزة بقالي 10 سنين وعندي ولدين، وحياتي كانت ماشية طبيعية جدا، وجوزي ما كانش حارمني من حاجة أنا وعياله، لحد ما في يوم جوزي جاله سكتة قلبية في الشغل، واتصلوا بيا يبلغوني إنه في المستشفى، ولما رحت كان مات وملحقتش حتى أسلم عليه. ومن ساعتها ما بقاش حيلتي في الدنيا غير المعاش اللي باخده من شغل جوزي، وحتة أرض كان أبويا سايبها لي أنا وأختي قبل ما يموت، يعني كل واحدة فينا ليها نص الأرض. طبعا كل اللي كان جاي يعزيني في جوزي كان يقول لي ده أحسن وقت تبيعي فيه الأرض وتصرفي على عيالك لحد ما يكبروا، بس أنا قلت هسيبها للزمن عشان مفيش غيرها دلوقتي أتسند عليه. بس ربنا كان عنده ترتيب تاني، عشان في يوم لقيت الجيران طالعين وشايلين ابني، بسألهم فيه إيه، قالوا لي موتوسيكل خبطه وهو بيلعب كورة وكان للأسف متبهدل. ساعتها خدت ابني وجريت على المستشفى، وطبعا كنت محتاجة فلوس، ولما كلمت أختي أستلف منها، جوزها اللي رد وقال لي إنه ممكن ياخد قرض ويشتري مني نص الأرض بتاعتي، مع إنه جوز أختي. بس خلاني أقول من جوايا إيه العالم الناقصة دي، أول مرة آخد بالي إن جوز أختي طماع وانتهازي كده، وأنا بصراحة ما كانش عندي حل تاني. ووافقت، وطبعا اشترى مني الأرض بنص سعرها الحقيقي، وعالجت ابني وقام بالسلامة. ولما لقيت إني مش محتاجة باقي الفلوس، اشتريت بيهم دهب وشلته، وفضلت سايباه كام سنة لحد ما من يومين لقيت سعر الدهب رفع للسما، والكام جرام اللي كنت جايباهم ب300,000 فجأة بقى تمنهم مليون وشوية. ولما أختي عرفت الموضوع ده بالصدفة، راحت قالت لجوزها، لقيتها بتكلمني في نفس اليوم يا جماعة والله، وبتقولي إن جوزها مش عارف يبيع الأرض وسعرها كل يوم بينزل، وقال إيه عايزين أشتري منهم الأرض تاني. طبعا كان المنطقي إني أرفض، بس أنا شغلت دماغي واشتريت منها الأرض كلها بسعر أقل من اللي بعته لها بيه، وبقيت الفلوس بنيت بيها عمارة على الأرض، ودلوقتي العمارة دي متأجرة كلها وبتجيب لي كل شهر مبلغ كبير